نزول محمد وآلاء مع حسن لمصر. ان شاء الله هتكون هي ديت المفاجأة اللي محمود قال عنها في ستوري. طبعا كان طالع لنا وهو بقى نايم، قال لنا ملكوش دعوة بشكلي، بس انا قمت على الستوري دوت. طبعا اكيد جاله الخبر او جاله تليفون اللي محمد وحسن وآلاء مع بعضيهم ان شاء الله نازلين لمصر. وقال انتظروا المفاجأة هتنزل على قناة محمد وآلاء بكرة الساعة 4 بتوقيت طبعا مصر أم الدنيا. ومحمد كان منزل برضو عنده في الستوري هو وآلاء، تتوقعوا مسافرين على فين؟ طبعا كان حاطط مصر وحاطط تركيا وحاطط الفجيرة ديت إمارة هناك من ضمن 7 إمارات. برضو هما كانوا تقريبا رايحين زيارة ليها، بس كانوا رايحينها بالعربية، يعني مش محتاجة طيارة. دي زي فيها معالم سياحية. طبعا شكلهم كانوا أخدوا حسن بقى وراحوا اتفرجوا هناك زي مكان كده بقى فسحة، يعني فيها أماكن سياحية بالنسبة تخص الإمارات. فديت ممكن يكون في فيديو تاني بقى لوحده، أو هينزله لنا بقى بكرة، وبعد منها برضو ممكن ينزل فيديو العودة لمصر. طبعا عايزه اقول لكم هم كلهم متجمعين عند محمود، لان بيفرشوا طبعا الفيلا بتاعه الحاجه سعديه. وكانوا النهارده منزلين فيديو جميل قوي عند قناه اختهم ام مسمى اللي هي امبراطوريه الحاج جابر. وكلهم متجمعين عند محمود يا جماعه، لم العيله ولم شمل العيله وكلهم هيتجمعوا تاني عنده. واكيد اكيد محمد لو هينزل مصر ممكن ينزل عند محمود دلوقتي عقبال مثلا ما الفيلا بتاعت الحاجة سعدية تتظبط ويفرشوها. طبعا بنتها سما ام سما هنا ممكن يكونوا بقى بينقلوا بقى العفش بتاعهم، بيفرشوا الفيلا، بيجهزوا بقى ايه الفيلا طبعا. وان شاء الله هيبقى فيه استقبال حلو، ولمة العيلة تاني هتكمل من جديد عند محمود وسحر، بنت الأصول الجدعة الطيبة، اللي مفيش منها بصراحة هي ومحمود. يعني احلى حاجة فعلا عملوها اللي هم لموا شملهم تاني، ولموا وصالحوهم على بعضيهم حسن ومحمد. وان شاء الله نشوفه بكرة محمد وهو بيبوس الحاجة وبيتصالحوا مع بعضيهم، وما يبقاش فيه اي حاجة تاني بينهم ان شاء الله. دوت اللي احنا نفسنا فعلا بكرة اللي احنا نشوفوه عندهم. طبعا احنا قاعدين مستنيين الفيديو بقى بكرة اللي هينزل الساعة 4. توقعوا معايا كده في الكومنتات ان شاء الله هيكون فعلا الصلح ونزول محمد وآلاء لمصر مع حسن، ولا هيكون فيديو حاجة تانية. ادينا قاعدين ومتشوقين طبعا للفيديو، ربنا يصلح لهم الحال ان شاء الله، هتبقى احسن مفاجأة على القناة.